الشائعات تطارد شريف سلامة وداليا مصطفى. اهلا بكم في قناتي اخبار الفنانين مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجه دعمكم. انتشرت خلال الساعات القليله الماديه انباء عن انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته داليا مصطفى بسبب ملاحظه البعض عدم ظهورهم معا خلال الفتره الماضيه في مناسبات عامه، في حين ان كل من داليا مصطفى وشريف سلامة لا يزال يحتفظ بصور وفيديوهات لهم معا على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام. اعتمدت الشائعة على عدم حضور داليا مصطفى تكريم زوجها في حفل جوائز الإبداع لمسلسلات رمضان، وهو الحفل الذي حصل فيه مسلسل كامل العدد +1 على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وعدم ظهورهما معا بشكل كبير مؤخرا. أشارت الأنباء التي ترددت حول انفصالهما إلى أن شريف سلامة حضر الشهر الماضي عزاء الفنانة ناهد رشدي عمة زوجته داليا مصطفى، إلى أن الانفصال حدث شفهيا بعد خلافات مستمرة منذ فترة بناء على ما ذكرته مصادر مقربة من العيلة، كما تجرى حاليا محاولات للصلح بينهم. يذكر أن الفنان شريف سلامة وداليا مصطفى حضر معا في مايو الماضي حفل الموسيقار عمر خيرت في قصر عبد. كما حرص شريف سلامة على تهنئة زوجته الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها في شهر إبريل الماضي، ونشر صورة تجمعهم معا على الانستجرام وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا حياتي، وكل سنة وانتي في حياتي حبيبتي، كل سنة وانتي طيبة. وفي يوليو الماضي نشرت الفنانة داليا مصطفى فيديو على الانستجرام يتضمن مجموعة من الصور لهما، وحرصت على تهنئته بعيد ميلاده وكتبت: حبيبي ربنا يخليك ليا ونفضل طول العمر لحد آخر يوم في عمري، وكل سنة وانت بخير وبصحة. الفنان شريف سلامة يستعد للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، اللي علق عليه وقال: أنا عملت أعمال كتيرة جدا ونجحت، ولكن كامل العدد كان ليه صدى مختلف وردود أفعال، خصوصا الجزء الثاني لأنه نجح أكتر من الأول. مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، وجهان الشماشير، وميمي جمال، وأحمد كمال، تأليف رنا أبو الريش ويسري طه، إخراج خالد الحلفاوي. تنشغل الفنانة داليا مصطفى حاليا في تصوير أحدث أعمالها مسلسل روج اسود، الذي يناقش ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية، ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما، بطولة الفنانة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنى تيس وأحمد فهيم وأحمد جمال، تأليف أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حمائي.